بتقولك الرقص مش حرام ومبسوطة باللي قدمته وهتقابل ربنا بأعمالها وهي مطمنة. وليلى عبد اللطيف قالت لها هتعيشي 90 سنة لكنها عايزة تقفل المية، ورفضت تقول اتجوزت كام مرة لأن الرقم مش مهم حتى لو اتجوزت 100 راجل طالما حلال محدش له حاجة عندها. تصريحات قالتها فيفي عبده الفترة اللي فاتت قلبت الدنيا عليها. من كام ساعة طلعت الفنانة فيفي عبده ضيفة في برنامج على اليوتيوب واتكلمت من قلبها عن حياتها الشخصية. ما كانتش عارفة ان كلامها هيعمل كل القلق وإثارة الجدل ده. في البداية اتكلمت فيفي عبده عن فكرة الموت وأكدت إنها مش خايفة تموت لكن بتدعي ربنا يعيشها 100 سنة. لكن نفسي ربنا يديني عمر شوية لأني لسه ما عشتوش. كل ما أركع وأصلي أقول له يا رب اديني شوية عمر، عايزة أعيش أكتر من كده، أنا عايزة أعيش 100 سنة مثلا. وحكت موقف جمعها مع العرافة ليلى عبد اللطيف وقالت قابلتها في طيارة وسألتها هعيش قد إيه وقالت لي إني هعيش ل 80 سنة. قلت لها لا مش عاجبني ال 80 دول، هل من مزيد؟ خافت مني قالت لي خلاص 90 سنة. لكن في النهاية العمر بإيد ربنا، نفسي أعيش 100 سنة أشوف اللي بحبهم وأعيش مع أحفادي. لكن حب فيفي عبده للحياة مش مخوفها من الموت ويوم الحساب كمان، ومش بتفكر هتقابل ربنا إزاي، وده لأنها مطمنة جدا وشايفة إنها واحدة طول عمرها ماشية بما يرضي الله، ما ظلمتش حد وبتساعد الغلبان لأنها غلبانة زيهم، إنسانة واضحة. كل دي حاجات تخليها تبقى مطمنة في الحياة. وقالت أنا عملت 37 عمرة وحجيت 5 مرات ومطمنة جدا وحاسة إني هقابل ربنا وأنا مستريحة. ولما وصل النقاش عن حرمانية الرقص رفضت فيفي عبده إنها تربط الرقص بالحرمانية وقالت الرقص حرام ليه؟ هو مش شغل زي أي حاجة؟ هو الباليه حرام؟ في حاجات كتير حرام. الرقص ده شغل زي أي شغل، ليه احترامه وليه ناسه اللي بيتفرجوا عليه كمان واللي بيقدروه وبيحترموه. أما عن فكرة اعتزالها وارتدائها للحجاب فقالت فيفي إنها أصلا محجبة طول الوقت وما تتقبلش أبدا حد يشكك في حجابها لأن حجابها حجاب روحاني. وقالت فيفي أنا متحجبة طول الوقت، الكلام ده يتقال للناس الفلتة، أنا بعتبر إني محجبة لأني مش بعمل حاجة غلط ومش بجيب في سيرة الناس، محجبة في لساني وفي كل تصرفاتي. مطلوب مني إيه أكتر من كده؟ وإذا كان على الشغل لو ربنا قال لي في أي وقت البسي الحجاب هلبسه. وطبعا ما عداش اللقاء كده من غير ما يسألها المذيع عن زيجتها. رفضت فيفي تقول هي اتجوزت كم مرة وقالت لو اتجوزت 100 مرة إيه المشكلة؟ والست ربنا قال لها تتطلق وتتجوز عادي. ويمكن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده الفنية كان مسلسل شغل في العالي اللي اتعرض سنة 2022 من بطولتها وشاركتها في العمل الفنانة شيرين رضا ومروان يونس. وطلع في المسلسل ضيوف شرف من بينهم بيومي فؤاد ونضال الشافعي ونجم كرة القدم ميدو. والعمل من إخراج مرقص عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.